أهلا بيكم. موعدنا اليوم مع واحدة من أغرب وأكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخنا كله. هنتكلم عن خليفة حياته كانت عبارة عن لغز محير، قصة مليئة بالتناقضات الصارخة. شخص بدأ حكمه كأنه الشمس بتنور الدنيا بالعلم والعمران، لكنه فجأة اتحول لظل كثيف من الجنون والغموض والقسوة. خليكم معانا عشان نحاول نفك مع بعض شفرة الحاكم بأمر الله الفاطمي، الراجل اللي فضلت سيرته بتحير المؤرخين لقرون طويلة. وما تنسوش قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تخيلوا معايا كده، رسالة قصيرة كلماتها بسيطة لكنها بتحمل في حروفها برود وقوة ورعب يخلي أقوى الرجال يرتعش. دي كانت الرسالة اللي بعتها الخليفة اللي كان عمره وقتها 15 سنة بس، للوصي على العرش، الراجل اللي كان بيتحكم فيه وفي مصير الإمبراطورية كلها من هو طفل. جملة واحدة كانت كفيلة إنها تقلب الموازين كلها: الوزغة صارت تنيناً. وبمجرد ما الرسالة دي وصلت انتهى كل شيء. الوصي القوي برجوان تم استدعائه، وفي نفس اليوم اتنفذ فيه حكم الإعدام. وفي لحظة واحدة الولد الصغير اللي كان الكل بيتعامل معاه على إنه مجرد دمية أو صورة على العرش مسك بزمام الأمور وقبض على السلطة المطلقة لإمبراطورية فاطمية ضخمة ومترامية الأطراف. من هنا بدأ الحكم الحقيقي للحاكم بأمر الله. طيب إزاي الطفل ده اتحول لتنين بالضراوة دي؟ عشان نفهم لازم نرجع بالزمن لورا شوية، تحديداً لسنة 996 ميلادية. الحاكم بأمر الله تولى الخلافة وهو عنده 11 سنة بس، طفل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكان الوصي عليه برجوان مش بس بيتحكم في كل حاجة، لأ ده كان كمان بيسخر منه من صغر سنه، لدرجة إنه أطلق عليه لقب الوزغة. الرحلة من مجرد طفل ملوش أي قيمة على العرش لملك مطلق ومهاب كانت سريعة جداً ودموية. في البداية كان مجرد خليفة بالاسم، السلطة الحقيقية كانت متقسمة بين والدته ست الملك والوصي برجوان. برجوان كان بيتعامل معاه باحتقار شديد، كأنه مش موجود أصلاً. تخيلوا شعور طفل بيشوف اللي المفروض بيحميه بيسخر منه قدام الناس. لكن الطفل ده كان بيخزن كل ده جواه، ولما وصل لسن 15 سنة التنين اللي جواه صحي، وبحركة واحدة محسوبة وباردة وجريئة جدا استدعى برجوان وأعدمه. مش مجرد انتقام، دي كانت رسالة واضحة للكل: عصر الدمية انتهى وعصر التنين بدأ. والمفاجأة إن بداية حكم التنين ده ما كانتش كلها نار ودمار، بالعكس، أول 7 سنين من حكمه الفعلي كانت فترة من النور، فترة من التقدم والإنجازات اللي غيرت شكل القاهرة والدولة الفاطمية كلها. في السنين حكمه الأولى دي الحاكم بأمر الله أثبت إنه مش مجرد شاب متعطش للسلطة، لأ، ده كان صاحب رؤية حقيقية. أول حاجة عملها إنه أسس دار الحكمة، ودي ما كانتش مجرد مكتبة عادية، دي كانت أشبه بجامعة ضخمة ومركز علمي عالمي، فيها كتب في كل العلوم ومفتوحة لكل الناس، فقير أو غني، عشان يقروا ويتعلموا. والأجمل من كده إنه أمر كل المحلات والبيوت في القاهرة إنها تعلق فوانيس على أبوابها بالليل. المؤرخين اللي وصفوا القاهرة في أيامه قالوا إن شوارعها بالليل كانت عاملة زي بحر من النور، كأن النجوم نزلت من السماء للأرض. ومش بس كده، ده كمان وسع حدود الإمبراطورية وكمل بناء الجامع الكبير جنب باب النصر، وبنى مخازن للغلال عشان يأمن الدولة ضد أي مجاعات ممكن تحصل. يعني كانت فترة ازدهار حقيقية بكل المقاييس. لكن للأسف عصر النور ده ما كملش، وفجأة النور ده كله اتحول لظلام دامس. طموح الخليفة الشاب اللي كان بيبني ويعمر اتحول لحاجة تانية خالص، حاجة أكبر وأخطر بكتير من مجرد السلطة على الأرض. يقال إنه تحت تأثير مجموعة من المتصوفة الغلاء اللي جم من بلاد فارس، فكر الحاكم بأمر الله بدأ يتغير تماماً. بدأ يشوف نفسه في مكانة تانية خالص، وبدأ يدعي الألوهية. كان بيقول إنه بيتلقى الوحي مباشرة من السماع، وإن أوامره هي قوانين إلهية. الموضوع وصل لدرجة إنه طلب المؤذنين يذكروا اسمه في الأذان باعتباره إله. هنا كانت بداية النهاية لفترة العقل والنور. ومن هنا دخلنا في فصل الجنون المطلق، حكم تحول لسلسلة من القرارات والقوانين اللي ما فيهاش أي منطق غير القسوة والغرابة. تخيلوا معايا خليفة مسلم يمنع فريضة الحج ويلغي صيام رمضان وصلاة الجمعة، ومش بس كده، ده منع الستات من الخروج من بيوتهم لمدة 7 سنين كاملة. وعشان يضمن إن القرار ده يتنفذ أمر بمصادرة كل أحذية النساء في الدولة، حتى الأكل ما دخلش في تفاصيله، حرم أكل الملوخية والجرجير، وكان أي حد يتمسك وهو بيأكلهم عقاب والصلب. حتى حيوانات الشوارع ما سابتش من جنونه، وأمر بقتل كل الكلاب والقطط في القاهرة. المدينة اللي كانت بحر من النور اتحولت لمسرح من الرعب والقرارات غير المفهومة. 18,000. الرقم ده مش مجرد رقم في كتاب تاريخ،
ده هو العدد التقديري للمسيحيين الأقباط اللي أجبروا على تغيير دينهم واعتناق الإسلام بالقوة في عهده. كانت فترة من الاضطهاد الديني العنيف اللي سابت جرح عميق في تاريخ مصر. ويمكن ده كان أكتر قرار صادم ومؤلم في فترة جنونه كلها. سنة 1009 ميلادية أصدر الحاكم بأمر الله أمره بهدم كنيسة القيامة في القدس بالكامل. الكنيسة دي واحدة من أقدس الأماكن عند المسيحيين في العالم كله. القرار ده ما كانش مجرد هدم مبنى، ده كان زلزال هز العالم المسيحي كله من شرقه لغربه. والمؤرخين بيعتبروا إن الفعلة دي كانت واحدة من الشرارات الأساسية اللي ولعت نار الحروب الصليبية بعدها بحوالي قرن من الزمن. وفجأة بنفس الطريقة الغامضة اللي بدأ بيها جنونه، الجنون ده اختفى، وكأن شخص تاني خالص هو اللي بيحكم. وفجأة حصل تحول مذهل وعكسي تماماً ناحية الزهد والتوبة والتسامح. تخيلوا معايا حجم المفاجأة والصدمة الإيجابية دي. نفس الخليفة اللي كان بيجبر الناس على تغيير دينهم وبيهدم الكنايس، فجأة بقى يزور الأديرة ويقعد مع الرهبان ويتكلم معاهم. والأهم من كل ده إنه أصدر مرسوم تاريخي بيقول فيه اللي عايز يرجع لدينه يرجع، واللي عايز يبني كنيسته يبنيها. مرسوم سمح لكل اللي أجبروا على اعتناق الإسلام إنهم يرجعوا لدينهم الأصلي، وكمان سمح لهم بإعادة بناء كل دور العبادة اللي اتهدمت. وهنا بنشوف التناقض الأكبر في شخصية الحاكم، الطاغية اللي في يوم من الأيام ادعى إنه إله، بقى عايش حياة راهب زاهد. المصادر التاريخية بتحكي إنه ساب ملابس الخلفاء الفاخرة ولبس ملابس صوف بسيطة زي ملابس الرهبان، وكان بيقضي أيامه في التأمل والعزلة. والقصص وصلت لدرجة إنه كان بيساعد العمال بإيديه في بناء واحد من الأديرة، وكان بيطلب الإرشاد الروحي من الرهبان. تحول من قمة الغرور والطغيان لقمة التواضع والزهد، تحول يكاد يكون مستحيل تصديقه. وهنا بنوصل للفصل الأخير من حياة الحاكم بأمر الله، فصل أغرب من كل اللي فات، لأنه مش بينتهي بموت واضح، لكن بينتهي بلغز كبير وعلامة استفهام ضخمة فضلت موجودة لحد يومنا ده. القصة حصلت في ليلة من ليالي شهر فبراير سنة 1021. بالليل الحاكم راح لوالدته واداها 3000 دينار، وقال لها إنه طالع لجبل المقطم كعادته عشان يتأمل. ركب بغلته البيضة وما كانش معاه غير جندي واحد بس. لما وصلوا عند سفح الجبل أمر الجندي إنه يرجع القصر، وطلع هو لوحده في ظلام الجبل، ومن ساعتها ما حدش شافه تاني. مع طلوع الفجر اختفى الحاكم بأمر الله من التاريخ، ساب وراه عرش وإمبراطورية وسر عظيم. إيه اللي حصله؟ هنا عندنا نظريتين كبار بيحاولوا يفسروا الاختفاء ده. النظرية الأولى هي نظرية المؤامرة والاغتيال. بتقول إن أخته ست الملك اللي كانت طموحة جدا للسلطة هي اللي دبرت مؤامرة لقتله عشان تسيطر على الحكم. واللي بيدعم النظرية دي إنها بعد شهور أعلنت موته وقدمت للناس هدومه وعليها دم. أما النظرية التانية واللي ذكرها مؤرخين كبار زي ابن العبري وسعيد الأنطاكي بتقول إنه اختفى بإرادته، إنه زيف موته عشان يقدر يعيش باقي حياته زي ما كان عايز في الآخر، راهب زاهد ومنعزل بعيد عن السلطة ومشاكلها، ويمكن يكون عاش في بير في وادي النطرون. وفي النهاية السؤال بيفضل معلق في الهوا، مين هو الحاكم بأمر الله الحقيقي؟ هل كان حاكم عبقري صاحب رؤية سبق عصره بس الناس مفهمتوش؟ ولا كان طاغية مجنون سيطر عليه جنون العظمة والسلطة الإلهية؟ ولا كان قديس وتاب توبة نصوحة في آخر أيامه واختار يختفي عشان يعبد ربنا في صمت؟ يمكن الحقيقة إنه كان كل ده في نفس الوقت لغز بشري معقد. وإلى هنا أعزائي تنتهي بنا أحداث هذه الحلقة الممتعة والمليئة بالألغاز. القصة بتخلص لكن الأسئلة بتفضل موجودة، وده اللي بيخلي تاريخ مثير. قصة خليفة كان لغز في حياته وأصبح لغز أكبر بكتير في اختفائه. لو القصة دي أثارت فضولكم وعجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نكشف مع بعض ألغاز تاريخية أكتر. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.